عليكم ورحمة الله. ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. أتمنى تكونوا سامعيني لأنه في صوت بصات كثيرة. عموما رجعت لكم بفيديو جديد وفيديو ليلة مميز جدا لأنه أنا ماشية جامعة أكسفورد اللي هي من أحسن الجامعات حرفيا في العالم وفي بريطانيا هنا. فالليلة حمشي زيارة لها. عندهم يوم مفتوح اسمه بام داي اللي هو للناس يعني بس عشان الناس اللي في عمري عشان يجوا ويشوفوا الجامعة وعشان يحفزوهم إنه يمشي الجامعات في المستقبل حاجة زي كده. عموما قررت امشي واخذ المغامره دي وتكون فرصه مميزه لي جدا انه اقدر امشي لجامعه اوكسفورد وفي نفس الوقت حسافر براي. ما معي زول اول مره في حياتي اسافر المسافه دي براي، لكن معي انتو فعشان كده حكون كويسه. شايفين انا حاليا في المطار، لكن ما حسافر بطياره، حسافر بباص. دي المحطه اللي هنا دي اهو البراي دي. طبعا الليله الجو حار جدا، حار بمعنى الكلمه حرفيا. ايوه نعم احنا في مملكة الضباب والبرد والدنيا باردة كده، لكن الوضع حار جدا الليلة بالذات. درجة حرارة وصلت 31 و 32 ويعني في كتمة ما في هوا حرفيا، في كتمة حرفيا حاليا مسخنة جدا. أعمل لكم اوتفيت تشيك دقيقة. أجد محل ثاني غير أخذ التليفون في الوسط وأعمل لكم اوتفيت تشيك من السلم. نايس. الليلة يا جماعة خلصت من رحاب الاجتماعي بتاعي، ما شغالة بأي زول بعين لي I don't care. فعموما اتمنى تستمتعوا بالفيديو وتحضروه لحد النهايه. توريني رايكم شنو برضو في التعليقات، وروني دارين مني شنو فيديوهات، لانه حرفيا انا حابه اصور فيديوهات بالعربي كثيره ان شاء الله. عشان كده وروني في التعليقات دارين اي نوع من الفيديوهات مني ان شاء الله وحاعمل لكم. عموما حستنى الباص حاليا الساعه 3:40. الباص بيجي ب50 دقيقه، فحستنى الباص وحركبه وحنمشي اوكسفورد مع بعض. A few moments later. يا جماعة بس اتأخرت جدا، ما عارفة إذا أنا واقفة في المحل الصح ولا لا، عشان كده حمشي أزعج زول من الناس المسؤولين عنه. Excuse me, can I ask you a question? Yeah. I am going by this bus and it's late 10 minutes. I was wondering if I'm standing in the right stop or not. Yeah, but I'm wondering which bus they've put you on. That's all what they say. Oh, that. OXF. Yeah, you're. Where did you go? Yeah, the airline one, number 10. Yeah, okay. Yeah. Thank you. Oh, yeah, you know that. Oh, okay. Thank you. All right. الباص جاء حرفيا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله وصلت الباص. بس مريح جدا. شايفين يا جماعة ده الحمام، أنا الحمام. عموما وصلت الباص، ما حاستعمل تليفون في الباص لأنه بيجيني طمام وباية، عشان كده حلقاكم أشوفكم بعد ساعة ونص. ممكن أصور لكم الشارع. عموما نلقاكم بعد ساعة ونص. To use your mobile phone, please be considerate. طبعا يا جماعة البنت القاعدة قدام الجهة دي شكلها من الدولة. حقول اسمها عشان ما تكون واضحة لأن اسمها واضح جدا، لكن أنا في الليلة بشوف ناس من الدولة دي بحس بالسعادة، بس حرفيا هتزاروني. عرفت كيف؟ الشكل ما واضح لأن هي مقفلة كده، لكن لاحظت في تلفونها بتحضر في فيديوهات فيها اللغة بتاعته. The next stop will be Luke Norton. هل كنت تعلم أن بريطانيا دولة غير مسطحة، فبالتالي فيها فوق وتحت أو طالع نازل؟ ده بيعني أنه مناطق غير مستوية وفيها جبال أو تلال. خشينا مدينة أكسفورد يا جماعة، دي أحد جامعات أكسفورد أو كليات أكسفورد. باقي لي محطة واحدة وأحصل، بعدك تاني حمشي لمدة 11 دقيقة تقريبا، بعدك تاني حكون وصلنا. الحمد لله على السلامة وصلنا.
جماعة ليش هنا؟ لو المادة دائما بلخبطني. حيروحني في النهاية. طيب يا جماعة رسميا أنا قريبا رحتها. ماشي في الشارع الصح على ما أعتقد. عاد ده ممكن ما أعرفكم شايفيني ولا لا الشمس، لكن ممكن أقول لكم رسميا وصلت أكسفورد. باقي لي 10 دقايق مشي تقريبا أو 9 دقايق، إن شاء الله ما أروح لأنه قبل ما أبدأ مرات بروحني. عموما أمشي رفيع يا جماعة. حاسة روحي في حلو، حاسة روحي زي في حلو ما في لا يعني. ما حصل ذاك تخيلته إنه أنا أجي واحدة من أحسن الجامعات في العالم. عموما Hello. Oh, your address. Okay. Do you have to wait there? Yeah, I'll show you guys what's in there. Just as a video. Okay. If you just follow by the video, it shows you all the rules. If you guys want to follow me on video. Oh, don't listen to your parents. You're gonna live your own life. طبعا يا جماعة كنت بحاول بقدر الإمكان إن أصور لكم اليوم لأن التصوير كان صعب جدا، لكن حاولت. Would you like me to go first to show you? Oh, what's going on? No, I just know the first time I got here. Oh, How do I order? What's going on? That one you want. that one. She said that one. So are you all on that side? Oh, okay. Do you think is it halal or vegan or anything? Sally, the pasta is here allowed. No, the pasta like these. The chicken. Okay, yeah. وبعد غدينا الحمد لله ادونا لف حوالين الجامعة كلها. حاولت اصور بقدر الامكان لكن ما صورت كليبات كثيرة، لكن صورت لكم جزء من المكتبة بتاعتهم. حرفيا المكتبة كأنها طالعة من فيلم هاري بوتر. وبعد كده رجعنا لقاعة المحاضرات وادونا محاضرة عن الجامعة وعرفونا بها اكتر. طبعا يا جماعة اليوم قرب ينتهي، باقي لنا بس يعني ساعة كده وخلاص. وفي آخر ساعة قدموا لنا شاي وقهوة وسناكات، وجابوا لنا بعض من الطلاب اللي أصلا موجودين في الجامعة، اتكلمنا معهم أكتر وسألناهم أكتر عن الجامعة. وبعد كده اليوم كان انتهى وكان يوم جميل جدا في جامعة أكسفورد. طبعا يا جماعة جيت كافيه، طلبت آيس ماتشا بالمانجا، أول مرة أجربها في حياتي. يلا نعمل تيست. الوقت سخن شديد حرفيا. انتهيت من حواريكم في الباص بعدين لما نركب الباص. حصل شيء في اليوم، لكن خلينا نجرب الآيس مانجو ماتشا مع بعض. حاسة هتكون حلوة عن المانجا. يس حبيت. بعد درس باقي لي امشي الباص وارجع البيت. كافيه حلو كيف يا جماعة، السقف شفاف. بيكون حلو طبعا في الربيع، لكن حاليا وقت سخن شديد، لكن عموما الكافيه حلو شديد يا جماعة. شو الترك. جماعة اللي شايفينه ده المبنى الرسمي المشهور بتاع أكسفورد يونيفرسيتي. ده أشهر مبنى. كنت دايرة أجيب كالداري لكن الوضع حار جدا، لكن عموما شفت بالبص أنا لو واو. الحمد لله يا جماعة وصلت بالسلامة، وحاليا مستنية الباص المحلي عشان امشي البيت. ما شغلتنا بالازعاج، لكن عموما جيت دخلت جوا المطار لانه الباص بتاعي باقي له مسافة طويلة، وخشيت اتمشى شوي في المطار. عموما الفت شيك تاني.
يلا نتمشى في المطار مع بعض. ركبت الباص المحلي وبعد ما ماشية على البيت. طبعا جاي اصور لكم النهاية بتاعت الفيديو في المكان الحلو ده. محل مهجور كده عامل زي الغابة جنب بيتنا. هناك في كلب، انا طبعا بخاف من الكلاب، هنا الكلاب دايما بتمشوا، عشان كده احسن اقول كلامي سريع. وبكده اقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى جدا ان الفيديو ده عجبكم، ولو عندكم افكار فيديوهات تانية بتحسوا انه لو عملت الفيديو حلو شديد وروني في التعليقات. وبس والله ده احكي لكم يعني باختصار حصل شنو في اليوم. الحمد لله كان يوم حلو شديد. طبعا في البداية كنت خايف شديد انه اسافر براي، واني يعني قصتي انه الزول يسافر براي دي شوية صعبة، لكن الحمد لله انه مشيت. ودي كانت يعني يوم يعني حرفيا جعلت فيه حاجات كثيرة، جعلت فيه معلومات كثيرة جديدة عن الجامعات عموما، ما عن اوكسفورد يونيفرسيتي بس. واكتشفت حاجات كثيرة ما كنت عارفاها. يعني اكتشفت انه مثلا جامعة اوكسفورد معظم الناس اللي فيها من الناس البيض او الناس اللي من اوروبا مثلا، من امريكا كده، يعني قريب 60 ولا 70% بشكل الكلية يهو الناس البيض ديل. بعد تاني باقي 30% يهو الناس زينا black ethnic minority، بيسموهم black ethnic minority groups، يهو ناس آسيا. وبرضه لاحظت انه في ناس من شمال آسيا وجنوب آسيا كثيرين شديد. لكن عموما يعني هي محل مختلط، يعني وفيه جميع الأنواع من أقول كيف الأعراف يعني الاجتماعية وكذا يعني. فالحمد لله انه مشيت جربتها، وكانت حرفيا المدينة حلوة شديد، الطبيعة كانت جميلة شديد. في السفر بالذات لما كنا يهود بكون صورت لكم طبعا فيديوهات كثيرة في السفر في اليهود المشي والجاي، ما حسيت حرفيا بالزمن، مع انها كانت ساعة ونص لساعتين، لكن ما حسيت بالزمن لانه الطبيعة كانت خلابة شديد والمنظر كان رهيب جدا. عموما الحمد لله انه مشيت، ودي اكسبيرينس جديدة، حاجة جديدة. على الأقل انه لما اكبر حتى لو ما مشيت اقول على الاقل مشيت شفت اوكسفورد وجامعة اوكسفورد يونيفرسيتي. دي حاجة حلوة شديد، يعني دي فرصة جميلة شديد، واتمنى انه اي زول يقدر يكون انه عنده الفرصة دي في حياته. عموما اتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. زي ما قلت لكم عندي فكرة انه داير اسمي الفان بتاعيني او المتابعين بتاعيني حاجة، لكن ما اعرف اسميكم انتوا شنو بالضبط. فعشان كده لو عندكم اي افكار لاسامي قولوا لي في التعليقات وان شاء الله حشوفها كلها. اما بالنسبه لو عندكم اي اسئله عن الجامعه، عن الحياه يعني الحياه الجامعيه، او عن اي حاجه لها علاقه بالجامعه وحاجه زي كده، اسالوني. انا مع اني لسه ما مشيت الجامعه، حمشي بعد سنه ونص كده ان شاء الله باذن الله، لكن بقدر اجاوبكم على الاسئله. احتمال يعني لو قدرت اجاوبكم على السؤال حجاوبكم، لانه مشيت كم جامعه، مشيت كم يوم مفتوح لجامعات هنا في بريطانيا، عشان كده حيكون عندي معلومات شويه عن الجامعات وعن الحاجات وعن الحاجات دي كلها عموما. فلو وصلتوا لنهاية الفيديو ده داركم تجاوب على سؤال عشان اعرفكم انكم وصلتوا لنهاية الفيديو ولا لا. عموما السؤال انه لو انت طالب حاليا او طالبة تقري في مثلا كلية او ثانوي كده وماشية السنة الجاية الجامعة او السنة اللي بعدها، المهم عموما ماشية الجامعة يعني في المستقبل، لو عندكم اي جامعة معينة نفسكم تخشوها في المستقبل اكتبوا لي في التعليقات تحت. وبرضه يعني بس ده اعرف لو انتوا ناس اصلا بتقروا في الجامعة حاليا وروني تقروا في اي جامعة، ولو خيروكم انه تغيروا الجامعة بتقروا في اي جامعة مثلا تانية. اما لو انتوا ناس اتخرجتوا وروني برضه قريتوا في اي جامعة، ووروني نصائح، يعني لو عندكم اي نصائح للناس حاليا في الجامعة ودا يخشوا الجامعة ادونا اي نصائح. عموما اتمنى انه كان الفيديو حلو، واتمنى انه الفيديو عجبكم، وما تنسوا تعملوا متابعة ولايك وشير للناس اللي بتحسوا انه الفيديو ده بينفعهم او يعني يخليهم بس يستمتعوا كده. حرفيا حديكم 5 دقائق
5 دقائق، عندكم 5 ثواني بس عشان تعملوا متابعة ولايك، لأنه حرفيا ضغط الزر مرتين بس. 1 2 3 4 5. وبكده أقول لكم أخيرا وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى تشاركوني في الرحلة بتاعتي دي، وإن شاء الله بإذن الله حنزل لكم فيديوهات أكتر وأكتر. زي ما قلت لكم في مغامرات كتيرة مستنيانا، وإن شاء الله الجاي أحلى. باي.